بلقيس هي ملكة سبأ بإقليم اليمن، وكانت هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله. وعلم سليمان عليه السلام من الهدهد المؤمن الموحد بقصته، وكتب إليها كتابا يدعوها للتوحيد والإسلام، وأمر الهدهد بقوله: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وحمل الهدهد الكتاب وألقاه في مخدع الملكة فقرأته. وهنا تبرز صفات الرجاحة والحكمة والحنكة لدى تلك المرأة العاقلة الملكة الكافرة وقتئذ، وكيف هداها عقلها الراجح للإيمان، وأن تدع عبادة الشمس لتعبد رب الشمس وتستغفره، وتهدي شعبها كذلك للتوحيد. ويثبت لنا من قصتها بعد التأمل بعض الحقائق كما يلي: 1. حسن التقدير والاحترام والفهم. الفحوى الرسالة التي ألقاها الهدهد، حيث قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والأمر ورفض مبدأ الدكتاتورية في الحكم، حيث عرضت قضية كتاب سليمان التي يترتب عليها تغيير في العقيدة والعبادة وسيادة المملكة. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فأجابوا عليها بحسن ظنهم وتقديرهم لفكرها واعتزازهم بمملكتهم وثقتهم في قوتهم المادية. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمر. العلم بتاريخ الأمم والملوك والغزاة، حيث قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. تقيم الموقف السياسي والعسكري بأن ترسل هدية إلى سليمان، فإن كان ملكا من ملوك الدنيا فرح بها وقبلها، ويخفف التوتر بين المملكتين. وإن كان نبيا مرسلا رفض ولم يرضى إلا بتغيير العقيدة وإعلان الإسلام. كذلك سيتعرف الرسل الذين سيحملون الهدايا عن كثب عن أخبار سليمان وملكه وجنوده. ووافق الشعب على رأي ملكته وأعد الهدايا، وأسرف فيها لتليق ولتحظى بالقبول عند سليمان. ولما ذهب الرسل إلى سليمان رفض هديتهم، وأدهشهم ملكه وجنوده من الإنس والطير والحيوانات، وأعلن رفضه بقوله: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. النمل 33 و37. حينذاك قررت الملكة أن تذهب مع كبار قومها إلى سليمان لتصل إلى حل سلمي ودي يستقر عليه التفاوض فيما بينهما، سواء في العقيدة أو الملك. 5. الذكاء والفطنة. كانت الرحلة بين سبأ واليمن إلى القدس، حيث يقيم سليمان، تستغرق 3 أشهر. وأراد سليمان أن يختبر ذكاء بلقيس بأن يظهر لها فضل الله عليه وملكه الذي لا ينبغي لأحد أن يملك مثله، بأن يحضر لها كرسي عرشها من مملكتها إلى مملكته ويجلسها فوقه. فقال لجنوده: قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ جاب عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي في غضون ثواني قليلة. فلما رأى سليمان العرش مستقرا عنده لم يفرح بقدرته أو قدرة أعوانه وجنوده، ولكنه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال: نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل: أهكذا عرشك؟ وهذا سؤال عصيب استخدمه سليمان لقياس معدل ذكاء ملكة سبأ. فالعرش عرشها به أمارات قد ألفتها وعرفتها ولا تستطيع أن تنكرها رغم تغيير بعض العلامات. ولكن كيف يجيء العرش من اليمن إلى بلاد الشام وقد تركته هناك في حماية جنودها وشعبها؟ فإن أجابت: نعم هذا هو عرشي، كانت الإجابة غير صحيحة، لأن عرشها في اليمن وليس في القدس عند سليمان. وإن قالت لا، كان ذكاؤها ضعيفا أو محدودا، لأنها تفكر استنادا لأفكار في رأسها دون أن تطرح هذه الأفكار للمناقشة مع هذا الواقع الجديد.
فأجابت إجابة تنم عن فطنة وحكمة واسعة لا تثبت ولا تنفي، فقالت: كأنه هو. ورغم رجاحة عقلها إلا أنها كانت تحيا في بيئة فاسدة كافرة مظلمة، وهذا يدل على أن ذوي الألباب حين يأتيهم ضوء الهدى والإيمان فإنهم سرعان ما يهتدون به في حياتهم وسلوكهم، والعقل في حاجة إلى هداية ربه وإرشاده حتى يعقل ويحسن التصرف. وجاء السياق القرآني الكريم يوضح علة كفر بلقيس، وهي نشأتها في بيئة كافرة في عقيدتها وتصورها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. وأعد سليمان عليه السلام مفاجأة أخرى، حيث أعد قصرا من البلور أقيمت أرضيته فوق الماء وظهر كأنه لجة، فلما قيل لها ادخلي الصرح حسبت أنها ستخوض تلك اللجة، فكشفت عن ساقيها، فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. أمام تلك العجائب الإلهية التي سخرت لخدمة سليمان، وقفت الملكة في دهشة ورجعت إلى ربها واعترفت بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غير الله، معلنة إسلامها مع سليمان لا لسليمان ولكن لله رب العالمين. لقد اهتدى قلبها وعرف عقلها أن الإسلام لله ليس استسلاما لأحد من خلقه، ولو كان هو سليمان النبي الملك صاحب المعجزات، أما الإسلام فهو إسلام لله رب العالمين ومصاحبة المؤمنين والداعين إلى طريقه. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بهذا التصرف الحكيم أسدلت بلقيس ملكة سبأ الستار على قصة مثيرة بين دولتين، وتبعها شعبها فأسلم مثلها، فأكرم بها من امرأة وملكة كانت تحكم شعبها بأسلوب الشورى، جنبت شعبها ويلات الحرب وبسياستها الحكيمة وعقلها الرزين، وكذلك ويلات الهلاك في الآخرة إذا ظلوا على كفرهم ولم يسلموا لله رب العالمين مع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام.